مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل تصارع خطير من الحكم الجزائرية مصطفى غربال يفضح فيه المغربي فوزي لقجع بعد استبعاده من تحكيم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية. ويكشف المستور شاهد ماذا قال. أعلن الاتحاد الإفريقي الكاف استبعاد الحكم الجزائري مصطفى غربال من تحكيمه للمباراة النهائية بين المنتخب الإفواري والنيجيري. فقد صرح الحكم الجزائري مصطفى غربال وإدلى بتصريحات نقلتها شبكتا فريق سبورتو، وقال: أنا حزين للغاية بسبب استبعادي من تحكيم المباراة النهائية بين نيجيريا والكوديفوار. فرئيس لجنة التحكيم في الكاف الجنوب إفريقي فيكتور غوميز أنني سأحكم المباراة النهائية، ولكن بعد ذلك رجع في قراره. ولكن أنا أعلم من هو المسؤول الذي استبعدني من تحكيم المباراة النهائية، فهو المغربي. فوزه الذي يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في الكائف، وخاصة في تعيين الحكام. كل هذا من أجل عدم تعيين حكم جزائري لتحكيم المباراة النهائية. فهذا المسؤول المغربي يكره كل ما هو جزائري. وشاهدنا ماذا فعل في المنتخب الجزائري في هذه البطولة، فهو الذي كان يعين الحكام لإدارة مباريات المنتخب الجزائري. وشاهدنا الفضيحة الكبرى أمام منتخب بوركينا فاسو عندما تغاضى الحكام عن احتساب سلة سرقت جزاء لصالح المنتخب الجزائري. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.